السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام زياد. ان شاء الله النهارده باذن الله هنعمل طريقة البطاطا اللي في الفرن اللي بصوص الكراميل. طبعا كلنا بنبدع في وصفات البطاطا، يعني وصفاتها كتير. فانا النهارده ان شاء الله هعملها بصوص الكراميل، وان شاء الله يا رب تنول رضاكم. احنا وصفة دي طبعا وصفة شتوية لذيذة جميلة وبتدي طاقة، عشان فيها كل حاجة بتدفي. طبعا انتوا عارفين البطاطا بتدي طاقة، وصوص الكراميل والحاجات الإضافات اللي أنا كمان هضيفها دي كلها بت طبعا بتغذي وبتدي طاقة في الشتاء، واحنا محتاجين طبعا الطاقة دي، محتاجين ان احنا جسمنا يتدفى. فبسم الله ما شاء الله، يعني شوفوا الطاجن يعني بيتكلم لوحده من غير ما انا اتكلم. بسم الله ما شاء الله. يعني الشكل لوحده بيفتح النفس. والكريمه يعني ما شاء الله ما اقولكمش، يعني كانت طعمها لذيذ. هي اهم حاجه ان هي تتاكل سخنه، يعني ما تسيبهاش تبرد، لان هي بتحب يعني ايه حلاوتها وهي صراحه سخنه. بردت خلاص، انا عامله كل واحد طاجن بحيث ان هو ياكله يعني ايه على طول، وما ي... ما يقعدش يعني في التلاجة. معايا كيلو ونص من البطاطا، غسلها كويس. يعني انا بسلقها بقشرها، غسلها كويس قوي بالميه. الفرشه بتاعت اللي بتاعت الفرشه الصغيره بتاعت التنظيف الصغيره دي بتاعت المطبخ. بغسلها كويس قوي بيها. وطبعا مره واتنين وتلاته بغسلها وانضفها. هنا بوريكم ان انا يعني حطيت حله على النار وحطيت فيها البطاطا وحطيت فيها ميه مغليه من الكتل. معلش الصوره يعني ضلمت معايا لان الفلاش التليفون كان هيفصل، فالصوره يعني غمقت. فسامحوني يعني علشان خاطر الصوره يعني ضلمت مره واحده عشان خاطر التليفون كان هيفصل. فهنا يعني انا حطيت البطاطا تتسلق. وهنا باحط كوباية كبيرة من السكر قد الكوباية الكبيرة المعيارية. حطيتها في حلة. وطبعًا لمّا تيجي تقرّب إن هي آآ في الحواف كده الحلة، حروف الحلة تتحمّر، أنا باقلّبها وخلاص على كده باسيبها لغاية لمّا تدوب لوحدها خالص. وبعد كده باضيف بقى الإضافات التانية، بعد ما أتأكد إن إن السكر بتاعي داب كده. وأنا باحطه يعني على العين الصغيرة وأوطّي كمان، عشان ما يتحرقش معايا السكر، لإن لو السكر اتحرق هيبقى إيه، يدّي لِك طعم كده يعني فيه مرارة يعني. فأنا هنا باورّيكم أنا باقشّر البطاطا وهي سخنة أهي. هاجيب البطاطا أقشّرها وبعدين أهرسها. هنا باورّيكم العسل بعد ما ساح. هاكون محضّرة نُص معلقة كبيرة من النشا. هنا أول حاجة باحط معلقة كبيرة من الزبدة في صوص الكراميل. بادوّبه لغاية لمّا يدوب خالص. وبعد كده باكون محضّرة نُص كوباية من المَيّة أو اللبن. أنا حطيت لبن، فهاحط نُص كوباية لبن على نُص معلقة من النشا. وهادوّبهم كويس أوي، وبعدين هاضيفه مع في الصوص يعني الكراميل. وهاضيف كمان يعني إيه، يعني زي نُص ربع معلقة من الفانيليا السايلة، عشان بتدّي إيه، ريحة حلوة برضه لصوص الكراميل. باقلّبه كويس. أنا في الوقت ده خالص، في الوقت ده أنا باوطّي خالص النار، باخلّيه واطي خالص، واطية خالص، عشان الصوص بتاعي ما يتحرقش، وفي نفس الوقت يدوب معايا بسهولة كمان يدّيني نعومية للصوص بتاعي. بعد كده لمّا يعني خلاص اتأكدت إن هو داب معايا جامد واتحمّر التحميرة اللي أنا عاوزاها، أنا باورّيكم النشا اللي أنا هاحطه. باضيفه على نُص كوباية اللبن. تمام. وبعد كده باحطه على الصوص بتاعي.
عندك لبن حطي، عندك ميه حطي، اللي موجود عندك يعني ايه ضيفيه. طبعا في المرحله دي انا لما بحط اي حاجه، لو حطيتي لبن حطيتي ميه حطيتي اي حاجه بيمسك معاكي، بس بعد كده بيفك معاكي يعني بالراحه شويه بشويه. بس اهم حاجه توطي النار خالص، شمعة كده على على الصوص، علشان خاطر ما ي- ايه ما ي... ما ي- يعني ايه ما يكلكعش معاكي. انا بوريكم ان ايه ان انا هحط فانيليا. حطيت زي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وبقلب برضو. وبعد كده هطفي عليه، واكون بقى ايه جبت البطاطا اهوت. انا بقول لكم كده انا مش عاوزه سمكه اتقل من كده، سمك ده اللي انا عاوزاه، عشان كل ما بيقعد بيتقل، انا مش عاوزاه يبقى تقيل. كل ما بيبرد كل ما بيتقل شويه. فانا جبت البطاطا وحطيتها في بوله كبيره، وجبت الهراسه، وبهرس اهوت البطاطا. في الوقت ده هضيف عليها لو عندك مثلا سكر بودر يبقى تمام، علشان خاطر ما يبقاش كده ايه في سكر كده وانت بتاكليه، لا يبقى البطاطا مسكره، وفي نفس الوقت فيه نعوميه كده في البق. انا بحط الاول معلقه من الزبده، بقلبها معاها كويس قوي، وبعد كده احط برضو ايه معلقتين من السكر. هي طبعا كانت معايا يعني مستويه جامد، فما خدتش معايا وقت خالص والله. قلبتها، وبعدين يعني بضيف عليها هي السكر الناعم حوالي معلقتين كبار، لان البطاطا يعني معسله، مش محتاجه بقى ايه ان انت تسكريها جامد، عشان ما تبقاش يعني ايه مسكره جامد كده تعمل النفس يعني. فانا كده بقى هنا بقلب البطاطا مع السكر مع الزبده كويس قوي. وبعدين بكون محضره طواجن عشان آه، اضيف فيها ال- الاول بقى هحط صوص الكراميل في الارضيه، وبعد كده هضيف البطاطا. يعني الاول هحط صوص الكراميل زي ما انتوا شايفين، وبعدين هحط البطاطا، وهحط عليها من الكريمة اللي انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده. لو انتوا حبيتوا ان انتوا تتفرجوا يعني على الفيديو، هيفيدكم كتير والله. الكريمة دي اللي انا عاملاها في القناة يعني، بعمل بيها كل حاجة، يعني بعمل بيها البشاميل اللي بتديلي نعومية كده للبشاميل، بتخليه كريمي. بحطها يعني على المكرونة البشاميل، بحطها على العزازية لو انا عملت عزازية، بحطها على البطاطا. اي حاجة انا بعملها بتتحط في الفرن، ممكن يعني بحطها كمان على الطاجن بتاع الرز بلبن. يعني الحاجات دي يعني الكريمة صراحة نفعاني، وفي نفس الوقت ما كلفتناش حاجة يعني. هي وش اللبن وشوية زيت. زي ما انتوا شايفين انا بحط البطاطا في الطواجن وبفردها كويس، بملى بيها الطاجن. وبعد كده طبعا اكون محضرة الكريمة بتاعتي هحطها على الوش، واكون مولعة كمان الفرن من فوق. انا مش حاطه من تحت لان هي البطاطا بتاعتي مستويه، بحط بس بولع الشوايه واحطها بس تتحمر وخلاص، هطلعها. وبالهنا والف شفا. ويعني يا ريت لو عجبك اي وصفه من وصفاتي ما تنسينيش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك، علشان طبعا يعني يوصل لك كل جديد انا بعمله باذن الله. ويا ريت كومنت بقى من الكومنتات، يعني انا مش عاوزه غير دعواتكم. يعني لو عجبك الوصفه يا ريت تدعيلي، انا مش عاوزه غير الدعوه الحلوه. آه طبعا زي ما انتوا شايفين
انا بفرد البطاطا كويس في الطاجن. بكون بقى طبعا لو عندك اي مكسرات، زبيب، جوز الهند، اي حاجه بتحطيها برضو على الوش بتديلها برضو طعم حلو. انا بكده دوت. هنا انا بوريكم ان انا بحط القشطه بتاعتي اهي، القشطه اللي انا عاملاها الكريمه اللي انا عاملاها، بضيفها على البطاطا. بتدي طبعا الوش الاحمر الجميل دوت اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، وبتدي لها كمان طعم لذيذ وجميل. هنا انا بحط الكريم على وش